مساء الخير. اليوم ويانا بوراني باذنجان أفغاني. حتى نسوي راح نحتاج طماطم مقشرة ومقطعة، ثوم، فلفل أخضر، خاجوقة معجون، باذنجان مقشر ومقطع ومنقع بمي وملح. هنا راح نجيب الزيت، خاجوقتين زيت أو زيت زيتون حسب الرغبة. راح نحمس الثوم حمسة زينة مدة قليلة على مود ما يصير عندنا مر. هنا راح نذب الطماطة ونظل نقلب بيها ويا الثوم حتى تنحمس حمسة زينة. نبغى نقلب بيها على النار، على نار مو عالية ولا ناصية، نار متوسطة. هنا رشة ملح، هنا راح نذب الفلفل ونبقى نقلب بيها. رشة كركم. هنا راح نذب المعجون، راح نخبطه ويا الطماطة حتى تتجانس زين مثل ما موضح بالفيديو. راح نعوفها على النار فترة. هنا راح نجي نقلي الباذنجان، والباذنجان هنا صار عندنا جاهز. هسه نجي بعد ما الطماطة انحمست وصار شكلها حلو، نجي نسويها بهالشكل هذا. وهنا راح نجي نحط كوب مي للباذنجان والطماطة، وراح نغطيها ونتركها مدة لحد ما ينشف الماي مالتها كلها. هنا راح نجي نسوي الصلصة اللي هي عبارة عن ثوم ونعناع مقطع وروبة أو لبن، نخلطهم كلهم سوا. وياهم رشة ملح. نظل نخلط بيهم لحد ما يصيرون بهالشكل هذا. نجي نحط الباذنجان بالماعون ونحط فوقها صلصة مثل ما موضح بالفيديو، وبعدين رشة بابريكا، رشة فلفل أسود، صار فلفل أسود هواي آسفين. وهنا الشكل النهائي، والف عافية عليكم.